شغلتوش ماشي، وبيبقى شغال تقريبا لحد الساعة 12 على ما اعتقد. تمام. وفي هنا محمصة عالم الروم برضو كان فيها لب وحاجات اللي هي المقلة، جبت منهم برضو اللب، كان طعمه برضو حلو. طبعا كل حاجة عليها زحمة، فعشان نقف لازم نقف نستنى ونشتري وكده، فكان الوضع صعب وانا بصور والجو كان حر. ماشي خلاص احنا كده خلصنا وخرجنا. واحنا خارجين بقى لقينا الواد العسول ده قاعد كده بره بيبيع تين وعنب، فاشتريت منه وصورته برضو. ماشي. هنا ده المكان اهو، قدام منه ازازة الزيت اللي هي بتاعت معصرة فرجينيا عشان تجي على الطريق اهو، الازازة موجودة بره قدام المكان. وهنا وانا على الكورنيش ده الباص اللي هو بتاع معصرة فرجينيا، وهو ماشي من على الكورنيش واخد ناس. طبعا في ناس بتركبه من باب الفسحة، يعني بص شايفين الشباب فرحانين وهم مشغلين اغاني ومولعين الاضواء، والباص اهو رايح واخد الناس موديهم معصرة فرجينيا. تمام كده خلصنا معصرة فرجينيا وخلصنا الرحلة خالص ورجعنا بيتنا. دي مبخرة كانت عجباني اشتريتها من هناك، وده البخور اللي انا اشتريته من فيرجينيا، هو موجود منه هنا عادي. انا بعد كده لقيت ان موجود منه هنا عادي، ولقيت برضو مبخرة موجود منها هنا عادي، بس انا اول ما شفتها يعني شفتها هناك فجبتها، كنت فرحانة بيها قوي. وجبت بخور بقى وبشغلها، طبعا دي من روايح مطروح، فانا مبسوطه بقى ان انا جبت المبخره وجبت البخور. واول ما روحت بقى كده ظبطت بيتي وبدات ان انا اولع البخور بيه واوريها لكم، برضه كنت فرحانه بيها، فرحانه اصلا الحمد لله ربنا كرمني بالرحله ووفقني فيها ورجعت بيتي بالسلامه. ماشي. وحبيت اختم معاكم بحاجه جميله فرحتني، واشكر على حضراتكم على كل الكومنتات الحلوه الجميله والتفاعل الحلو الجميل والناس الحلوه الايجابيه اللي بتحاول تشوف حاجه كويسه وتشجع الناس عليها، فميرسي جدا لكم، وميرسي جدا ان انتوا اتفرجتوا عليا لحد هنا. ولو انتوا اتفرجتوا عليا لحد هنا احب اشكركم، وان شاء الله نرجع بقى بيتنا والفيديوهاتنا وحاجتنا. وان شاء الله لو رحت مطروح تاني السنه دي اللي هي 2025 هروح برضو واصور لكم مطروح واقول لكم ايه اللي جد عليها، والكورنيش الجديد بقى شكله عامل ازاي، هوريكم برضو كل حاجه جديده ان شاء الله وكده. وميرسي جدا للناس اللي ما كانتش عارفه اي معلومه عن مطروح، شكرتني لان هي ما كانتش عارفه التفاصيل والمكان شكله ايه وكده. ميرسي جدا لكم، مهما اشكركم يعني هكون مش قد ان انا اشكركم. وما تنسلوش في اللايك والشير عشان الفيديو يترفع لاكبر عدد ممكن. واشكر حضراتكم واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.